والله لعيبه بيراميدز قلقانه، احنا اللي هندخلها في الماتش. اول الاخطاء اللي يعني عندهم قلق. الحكم الاسباني خفيف. الجمهور مع الضغط مع بدايه الاهلي المتحمسه هم قلقانين. لو عرفنا ان احنا نخلص بدري الجول يا مساعد. لسه احدث ثاني حلو هذا الموسم. يلا امان مدافع ذكي يا امان. بيعمل كنترول وعايز يرقص مهند لاشين، لكن وقف على رجليه 10 على 10 مهند، لكن في ضغط متبادل. غير ذكي يا امان، هو ركب عليك في الحته دي كده. وادي قفشه احد الاوراق البديله اللي قفشه راح يستلم الكره من على الدكه، عسل قفشه. كريم عمل مرور حلو يا كريم والله العظيم. في مكان خطير. كريم هيعمل ايه؟ عدى وفات ويرجع مره ثانيه. تسديده من مروان عطيه، عمل هجمه حلوه والله جدا. في اللقطه اللي فاتت دي ثانيه امام في القلب امام عايز يعدي. امام مش هتاكل معاك الحركات دي. امام مميز جدا. امام العب على طول. امام العب السهل، بدل ما معاك العب السهل. الشحات لا بص راح للشحات، هو راح للشحات مش هينفع كده. ابص راح للمترجم للشحات موجود تعليمات ما اعرفش بيقول له بس هو يعني اختصر مش ممكن كل باظوا بس الولد ده يباظوا بيجري وعامل مجهود يباظوا له بلاش انانيه. اللون الابيض باين في مدرجات بيراميدز. يستعيدوا السيطره 52% الاستحواذ مقابل حلو قوي 40. ادي كوره خطيره عند الشحات عرضيه. جول 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 يا ابو علي يا جامد. وسوي اوعى. على جماهير ازاي؟ الكلمه الاولى والسعاده الاولى للياقوت الاحمر، جمهور النادي الاهلي المشع بالحماس والرغبه والانتماء. هي سرعه الكوره هنا. ايوه كده والبساطه السريعه. تعالى اهي جايه لنا لينا اهي. ايوه ده الكلام لينا الله. فتح اللقاء واتشاف الله. ودي كوره مره ثانيه وفرصه. يا نهار ابيض عليك يا يخرب بيت كده بقى. يا جدعان لازم 2-0 دلوقتي. لازم الثاني مفيش وقت. والجمال لكن على طول ضغط. مش عارف يلعبوا الكوره كده حارس كتيره جدا جدا. مايلي عدى وفات جول. هدف التعادل عشان العنوان اللي انتوا فيها. حضراتكم الكبرى فيستون مايلي هداف الدوري المصري الممتاز في الدقيقه 25 من اول اطلاله ومن اول تمريره. كلمني على جمال الكابتن. تمريره عرضيه وادي فرحه انصار جماهير بيراميدز في ملعب القاهره. الوجبه 300 جنيه وجبه. تمريره وعوده جماهير 300 جنيه وجبه. بص شوف اتلعبت الركنيه الصغيره، اتلعبت على القائم الثاني، عديه خطيره وجول. جول في الدقيقه 51. احمد سامي الساعه السويسريه بتدق في الدقيقة 51. خطأ غريب عجيب من محمد الشناوي في تمركز غريب وطريقة أمامية حسين الشحات في موقف خطير جدا جدا. يا عيني على الترقيصة. دي محمد. ركلة الجزاء لحسين الشحات صاحب الحلويات. ركز يا شحات في اللعب، ركز في اللعب. يأتي الرد السريع من حسين الشحات بتاع الفنتات. عمل الفتات علشان كده ارتفعت الصيحات في مدرجات الياقوت الاحمر جماهير النادي الاهلي. وادي الحكم الاسباني. بص شوف حسين الشحات ترقيصه وفي اعاقه في جسد محمد حمدي لم يتردد. ضربة جزاء. خرخي في احتساب يلا عشان انت قمت تحتفل وقمت تعمل فيها مش ضربة جزاء. الجزاء اصدقائي رقم كام بقى في بطولة الدوري؟ اقول لك يا جدع كنت انت لميت كنت تلعب. ترقيصة كنت تلعب يا اخي. الفتات والحلويات وركلة الجزاء رقم 127 في بطولة الدوري. عندنا 97 ركلة مسجلة و29 ركلة مهدرة. ادي الكرة وادي الجسم وادي القدم اليمنى اللي خدها محمد حمدي ولم يتردد الحكم الاسباني صاحب ال 33 عام في احتساب ركلة الجزاء. شايفينها النينجا حسين الشحات. دي مكان بتاعت عاشور اللي اتمسك اتزق فيها. حسبت سبحانك يا رب. اللعيبه الكبار
بتظهر في اللقاءات. بتاع عاشور كان جوه مسكه من وسطه. المعنى والبال. دي مش ضربة جزاء، انا بقول لك مش ضربة جزاء حقيقي، في الحقيقة مش ضربة جزاء، وسام. الحكم حسبها من الثانية كانت ضربة جزاء وحسبها. في حوار على بعد 11 متر. ايه؟ نكرة جزاء. ما هو ده غلطة بقى، غباء منه. احمد الشناوي. سبحان الله الاولانية ما حسبهاش، الثانية حسبها. هنشوف. الاولانية كانت صح حقيقية ضربة جزاء على عاشور، مسك من وسطه، ما حسبتش. زي بسام. محمد عينك كسبته هنا. وسام بس داخل وسام ابو علي يا علي بيسجل تاني الاهداف بعد تسديده نموذجيه مثاليه. وادي وسام ابو علي اعلى وسام في القلعه الحمراء يسجل تاني الاجوان علشان جمهوري. مره تانيه يا عبد المنعم ديان تمريرة أمامية اقطع ليه؟ تصل إلى رضا سليم يزقها مرة ثانية. قفشة قفشة يمكن انا قلت لك على هي الابتكار 86 ميعاد القضيه بتاعته. امال فين الشيبي فين بس عشان زي يعني قلقان عليه. اهو الافندي اللي كان قدامه راح عمل لك كده وقال لك انا اللي جاب الجون فينا يعني حضرتك بالزاويه ده بصلي على النبي انت عيب اللي جاب ايجابي مثلا بس يلا معلش بص يا امام عاشور اللي شايل. ما انت لو تلعب كده في السريع منه باظه وتركز ويوم انا عندي مهاره اللم اما الاقي واحد على واحد المه هبقى تمام التمام، لكن مش من نص الملعب اخدها لم. اوعى معها صيحات وهتافات. طب حلال تشجيع وحناجر 94 في مدرجات النادي الاهلي كولر. ده بقى بيشجع ده اخد 300 جنيه وجبه والوجبه باينه على وشه. بينما في الجانب الاخر سعاده وفرح.